حلقة جديدة من بودكاست الاستوديو. معاكم عبد الحميد زين، وهنا معايا بكر مهندسين معماريين. ايه الاخبار بكر؟ عامل ايه؟ كله كويس يا عبد الحميد، انت ايه الاخبار؟ انا زي الفل. موضوعنا النهارده موضوع لطيف كده وخفيف. هنتكلم عن المسابقات المعمارية. هنتكلم عن انواعها، هنتكلم عن اهميتها والصعوبات اللي فيها. يعني اعتقد بكره احنا ذكرنا في المقدمة ان انا وانت دخلنا مسابقات مع بعض، يعني من ضمن الحاجات الكتير اللي احنا عملناها مع بعض. فاحنا انا وبكر فعلا دخلنا العديد من المسابقات، والحمد لله في كذا مسابقه احنا خدنا فيها مراكز متقدمه يعني. وكانت بصراحه تجارب ممتعه مع بكر ومع التيم اللي كان بيبقى معانا يعني. فيعني الكلام ده كله احنا جايين لقدام، والاستمتاع والرحله بتاعت الشغل في المسابقات وكده. لكن احنا يعني حابين نتكلم معاكم خطوه بخطوه عن المسابقات، للي ما عندوش فكره قوي عنها او مش فاميليار بيها او ما احتكش بيها. بنفكركم بس ان احنا موجودين على منصات مختلفة تقدروا تسمعونا عليها. احنا موجودين على يوتيوب، سبوتيفاي، انغامي، وبوديو. وتابعونا على السوشيال ميديا على فيسبوك، انستجرام، وتيك توك. واسمعوا الحلقات اللي فاتت وشاركونا ارائكم فيها وفي الحلقة دي ان شاء الله. يلا بينا نتكلم بكره عن المسابقات المعمارية. يلا بينا. بشكل عام يا عبد الحميد، يمكن من الحاجات المهمه قوي احنا بنتعلمها عامه لما نخش مسابقات هي الاكسبيرينس نفسها اكتر حتى من المشروع نفسه. بدايه حتى من فتره الكليه، فكرة ان انت بتخش مسابقات تبقى الموضوع مهم بالنسبه لك ان انت تتعرض لتشالنجز مختلفه، لنوع مشاريع مختلفه يمكن ما بتتعرضش فيها للكليه. وكمان الفكرة ان انت بتتعرض لتشالنجز مختلفة وتحديات مختلفة. مظبوط. وبتخليك كده ايه شوية. يمكن احنا عارفين ان احنا بالذات في الكلية الموضوع بيبقى متأيد ببروجرام، متأيد بمجموعة نيدز او معطيات مثلا او ارض معينة بتتحدد لك. لكن في مسابقات كتير بتبقى في الشغل اسوأ، يعني في الشغل بقى المحددات بتبقى اسوأ كتير. المحددات بتبقى اسوأ كتير. فبيبقى مهم بالنسبة لك كمعماري وكطالب ان انت دايما تلاقي حاجة تخرج فيها افكارك، تحاول تلاقي فيها الفلسفة اللي انت بتدور عليها، وتختار فعلا التايبولوجي بتاعت المباني او بتاعت المسابقات اللي انت هتدخلها. يبقى مهم بالنسبة لك ان انت حقيقي ازاي تفكر دايما في حاجة مختلفة شوية، تطلع يمكن تطلع من الروتين اللي بيحصل. يبقى في واحد عنده طاقة إبداعية كده عايز يطلعها في حاجة، لو انت بتحب الديزاين يعني دي حقيقة فرصة، يعني تبقى فرصة كويسة. خلينا برضو نقول كده مبدئيا المسابقات اصلا بتتقسم ازاي او انواعها يعني. المسابقات بشكل عام بتبقى في منها مسابقات مفتوحة، ودي يعني الشائعة اللي الناس بتحتك بيها بشكل اكبر. في بتبقى مسابقات تعرف انت كلوزد كده، برايفت، مغلقة يعني. بيتم دعوة فيها مجموعة من المعماريين او المكاتب، في الاغلب بيبقى مكاتب معمارية، وبتبقى مكاتب معمارية كبيرة. بيبقى الاونر او صاحب المشروع او المؤسسة اللي هتنشئ المشروع بتبقى عايزة كواليتي معينه ومش عايزه تضيع وقتها، فاللي هو بتعمل انفيتيشن لكذا مكتب وبيخشوا وبتختار ما بينهم وخلاص، دي كلوز كومبيتيشن. فده تصنيف. في تصنيف تاني اللي هو انت مسابقه اصلا جلوبال، يعني مسابقه على مستوى العالم، اي حد من اي دوله في العالم يقدر يخش المسابقه دي ويعمل الديزاين للمبنى ده. ولا لا، ده للمعماريين والمكاتب المحليه فقط. ده ممكن يبقى تصنيف برضه. في تصنيف برضه اللي هو طلبه ولا بروفيشنالز. في مسابقات بتسمح بالاثنين، ان انت تخش تطالب او بروفيشنال، او ان لا دي طلاب فقط او دي بروفيشنالز فقط، على حسب طبعا الفيجن الاول ماذا بعد اللي هيحصل بعد ما المسابقه دي تخلص. لان زي ما انتم عارفين ان انت ممكن المسابقه تبقى افكار فقط، وممكن تبقى ايه، انها تبقى كوميشن برضه. نقدر نعتبر ده برضه تصنيف، يعني ان هو انت بس بتحط افكار كده للمشروع ده، ولا انت فعلا هتنفذ المبنى او هتنفذ المشروع في الاخر، هتدي الكوميشن دي للمعماري. وكل نوع من الاتنين دول بيبقى ليه هدفه. ان احنا بنشوف حتى لو المسابقة دي بتبقى ليها افكار بس، واحنا اتعرضنا لحاجة زي كده. فيمكن خلينا نحكي القصة دي من كذا سنة. كان في اهتمام بموضوع التفاعل اللي بيحصل ما بين الناس وما بين الحكومية بشكل عام، خصوصا مباني زي مثلا البوليس ستيشنز مثلا، اقسام البوليس بشكل عام. وان دايما بيحصل مش في مصر بس، ده بره مصر كمان الموضوع بيبقى منتشر بشكل كبير، ان دايما في حاجز بارير ما بين الناس وما بين الموظفين اللي موجودين في المباني دي.
فكان في اتجاه يمكن في مسابقات كتير، وشوفنا مشاريع حتى كافكار، بس الناس تقدر تشارك فيها وتقدر تدي بروبوزلز. الاورجنايزرز هنا بيبقوا هم المستفيدين اكتر حتى من الناس اللي بيخشوا المسابقه دي، انهم عايزين يعرفوا التخيل والافكار المختلفه اللي يقدروا من خلالها يطوروا المنظومه نفسها، يطوروا التصميم بتاع النوع المباني ده، ويحاولوا يخلوا فيه تفاعل اكتر ما بين الناس وما بين الموظفين اللي موجود، يكسروا البارير ده، يخلوا الناس انفولفد اكتر، ويكسروا الصوره اللي دايما مبنيه عن المباني دي. بيبقى في تفاعل اكتر ما بين المجتمع وما بين النوع ده من المباني. فبيبقى مهم قوي ان انت تحاول تطلع مشاريع او مسابقات يمكن تتكلم عن النوع ده من المباني. وبيبقى بس مش مهم للمعماريين زي ما اتكلمت، على قد ما كمان في الجوررز او الناس اللي بيصلحوا المشاريع دي، مش بس يبقوا معماريين، بيبقوا كمان من المنظمين والمسؤولين كمان عن المنظومة دي بشكل عام، فيقدروا ياخدوا افكار مختلفة، ويقدروا كمان ان هم يبقوا مشاركين في العملية. ودي حاجة مهمة قوي. الموضوع مش موضوع معماريين، مش موضوع مسابقة، الموضوع اكبر من كده، هو موضوع كوميونيتي كامل، كله بيتشارك مع بعض عشان في الاخر يطلعوا تصور او يطلعوا مجموعة افكار يبدأوا يطبقوها زي ريسيرش كده. المسابقات تبقى الحتة دي بتبقى حلوة، انت بتعمل ريسيرش، وبتعمل ريسيرش زي ما بنقول كده، بيبقى مثل ان انت بتحط الناس ان هم يطلعوا افكار كويسه. فالمسابقات دايما بتطلع لك الحته دي، الحته اللي انت فاهم، الحته الكرييتيف دي بتبقى حلوه قوي، ان انت دايما تسعى ان انت تعمل مسابقات في المجالات او انواع المباني المختلفه. ودي من الطرق المهمه قوي اللي انت بتستكشف من خلالها حلول مختلفه كتير جدا يعني. ايوه بالظبط. انت مش لازم توصل لمنفعه يعني ماديه من ورا الموضوع، انت ممكن حتى مجرد وجود النوع ده من المسابقات زي ما بكر قال بيدي فرايتي في افكار كتير، وبيعمل مشاركه مجتمعيه. ده يعني اللي انت اتكلمت على بكر، نوع من انواع المشاركه المجتمعيه، ان كذا تخصص يخش في الجوري، ففعلا دي اللي لاحظتها في كذا مسابقه. فهلاقي هي من الحاجات الانترستنج جدا، فكره ان انت تلاقي فلان اركتكت، فلان اركتكت، فلان او بروفيسور اوف اركتكتشر، وتلاقي حد مثلا بروفيسور اوف سايكولوجي مثلا، او بنتكلم في موظف حكومي او موظف او متخذ قرار، ايوه هيأثر عليه القرارات دي، ومحتاج يعرفها او يقول رأيه فيها، ويبقى مشارك في عملية ان هو كمان بيختار الفايز، او بيختار مثلا الافكار دي اللي هتبقى شورت ليستد بناء على مجموعة حاجات هو الوحيد اللي هيفهمها غير المعماريين. فبتحس ان في عقول مختلفة دايما هي اللي بتحاول تبص على المشاريع ده، فبيبقى الموضوع مختلف. جميل. ويمكن في افكار تانية بقى، واحنا بنتكلم هنا على فكرة استكشاف اصلا نوع من الاركتكتشر او نوع من العمارة احنا مش عارفينه خالص. فازاي تستكشف ان انت تحاول تصلح نقطة زي دي في الكوميونتي عندك. حاجات زي مثلا موضوع الميتافيرس والعالم الافتراضي اللي يمكن بقاله كام سنة منتشر أوي، وجاء يمكن فترة الكورونا زادت من انتشار الحاجات اللي زي الميتافيرس، وان انت ازاي تطبق الاركتكتشر بقى، هتطبق ازاي في العالم الافتراضي ده. فابتدينا نشوف مسابقات كتير بدأت تتطور، بدأت تطرح ليها علاقة بالموضوع ده، لان دايما انت عارف المكاتب بيبقى في مكاتب كتير فيها جزء ريسيرش، بس فكرة برضو ان انت يعني ريسورسز كلها تروح لحاجة ليها علاقة بالريسيرش، مش كل المكاتب بتعملها، ومش كل المكاتب عندها الأريحية وان هي عندها الجزء المادي مساعدها ان هي اصلا تعمل تفند حاجة زي كده. فبقى مهم قوي المسابقات ان هي تشتغل على حاجة زي دي، تبدأ تشوف الافكار، تبدأ تشوف تفاعل الناس مع حاجة زي كده احنا مش عارفين حاجة عنها وبنستكشفها لسه. فالمسابقات بصراحة مش بس نتكلم عن المعماريين، مش بس بنتكلم على الطلبة، بنتكلم كمان على المنظمات والأورجنايزرز اللي يقدروا من خلال المسابقات ان هم يستكشفوا عالم مختلف قوي وافكار مختلفة قوي بمجرد بنتكلم عن جوائز رمزية، حاجة بسيطة انت عملتها، بس اخدت في مقابلها مجموعة كبيرة قوي من الافكار المميزة يعني. لا تمام. هو خليني برضه ارجع لك في الحتة دي، انا عايز اتكلم فيها، بس دي يقول مثلا هناقشها قدام شوية، حتة الجوائز والفونز اللي انت بتوفرهم لما بتعمل حاجة شبه كده، خصوصا
مسابقات الافكار يعني. بس خليني يعني ما حدش عن الموضوع ده. يعني خلينا برضو نفكر ايه تاني فوائد برضو المسابقات المعماريه. اتكلمنا عن قصه الافكار الكتير اللي بتطرح واللي بتثري المجال المعماري وغيره اصلا بافكار كتير جدا ممكن تديك فيجن عن المستقبل حتى، يعني هيبقى عامل ازاي. ايه تاني ممكن يعني خلينا نفكر مع بعض ايه تاني ممكن يكون الفوائد اللي يعني تخليني اصلا اخش مسابقه معماريه من وجهه نظري. يعني انا اتكلم على جزئيه مثلا الطلاب مثلا. كنت لسه هقول لك، انا لو طالب انا حاسس اصلا يعني انا دخلت، انت عارف دخلنا واحنا طلاب، دخلنا مسابقات وبعدين لما اتخرجنا دخلنا مسابقات. فكنت مش عارف، انا كنت مستمتع اكتر وانا طالب، ما يمكن عشان ضغط الشغل والدنيا ما اعرفش، لكن انا كنت مستمتع اكتر في المسابقه وانا طالب. كنت حاسس ان انا فعلا عندي حاجات كتير عايز اطلعها، ولقيت ان الموضوع ماشي معايا احسن. يعني انا ما اعرفش ليه بصراحه. انا كان نفسي جدا للاسف لحد دلوقتي ما كسبتش او ما خدتش مركز في مسابقه وانا بعد ما اتخرجت للاسف يعني. فانا كان نفسي جدا هيحصل معايا كده، بس حسيت ان وانا طالب لا كنت بستمتع، كنت بطلع عندي طاقه كبيره جدا بطلعها. ما اعرفش ليه، ما اعرفش انت رايك ايه في الموضوع. عندنا حماس ساعتها لا يعني قصه الحماس دي قصه تانية، بس انا مش عارف. لا بس هو بصراحه وانت طالب بيبقى يمكن الكليه كمان، وعشان انت كمان مش بتتعرض يعني بتتعرض للديزاين اكيد، بس في مواد كتير قوي بتشغلك وبتبقى حاسس شويه ان انت ساعات ممكن متقيد الى حد ما. كذلك في الشغل اكيد. لكن اما تدخل مع مسابقه وتدخل مع ناس كمان انت بتعرف تشتغل معاها ويحصل التيم وورك اللي بيحصل بيبقى في كيمستري كده، في كيمستري زي ما بنقول كده. لا الموضوع نفسه كمان البروسيس نفسها او الخطوات اللي انت بتاخدها والميتينجز اللي بتحصل لحد ما تسلم المشروع بتبقى مثمرة جدا. يعني بغض النظر حتى عن المشروع، احنا بنتكلم هنا على البروسيس نفسها، على البروسيس والميتينجز والكلام والديسكشنز اللي بتحصل. الخطوات دي كلها بالنسبة لي انا كانت بتفيدني اكتر كمان من فكرة المسابقة نفسها. الريسيرش نفسه اللي انت بتعمله وبتبدأ تتناقش وتشوف افكار افراد التيم المختلفة، دي من الحاجات الشيقة جدا. سواء يعني انا حتى بستمتع بيها يمكن سواء دلوقتي او حتى ايام ما كنت في الكلية. نقطة يمكن تانية بالنسبة للمعماريين طبعا، يعني قبل ما انتقل للنقطة التانية، فكرة برضو انت بتقوي البورتفوليو بتاعك بشكل كبير. انت بتبقى مميز قوي وانت اشتغلت في مسابقات وحاولت تطلع افكارك وفلسفتك. يمكن ممكن ما تبقاش انت طلعتها بالشكل الناضج اللي هتطلعه لما تتخرج وبعد ما تاخد خبرة والكلام ده كله، بس بيبقى مهم قوي ان انت تتعرض للتشالنجز دي وتشوف المسابقات وتشوف البروجرام بتاعها وتحاول تشوف هتعمل ايه في المسابقه وتنفذ النيدز والمعطيات المسابقه دي محتاجاها. بتخلي عندك ابروتش، يعني بتبدا انت يعني زي ما تقول بتديفلوب some kind of approach لنفسك في الديزاين، بعد كده يفيدك حتى ان شاء الله لما تشتغل. وقول يعني على الاقل قصه البورتفوليو انت تبقى متخرج معاك مشاريع في البورتفوليو بره مشاريع الاكاديميك، بره مشاريع الكليه يعني. فهي نقطه البورتفوليو اضافه فعلا قويه. انت عندك اضافه في موضوع انا عايز تنقل النقطه اللي بعدين؟ يمكن الاركتكس بالنسبه لي من الحاجات المهمه قوي، واحنا بنشوفها حوالينا كتير. هي فكره برضو المسابقات دايما، عارف انت المخرج عن الشغل. يعني احنا لو اتكلمنا على فكره ان الطلاب بيبقوا الى حد ما مقيدين، ولكن لما نيجي بقى نبص لحته الشغل الفعلي انت بتبقى مقيد بشكل اكتر كتير. يعني في مكاتب اصلا بتشتغل على تايبولوجيز معينه، مباني سكنيه بس هيبقى فيها نوع من الافكار الانسانيه وازاي تخلي الاكسبيرينس نفسها بتاعت الريزيدنس نفسها مختلفه. ولكن في نفس الوقت في انواع مشاريع بيبقى الفكره الفلسفيه وانت بتحاول تطلع المنهجيه بتاعتك، تحاول تطلع افكارك دي فيها. فيمكن دي نقطه من النقط اللي ممكن تأيدك قوي. غير طبعا بنتكلم عن ريجوليشنز، غير عن النيدز بتاعت الكلاينت، كل دي حاجات بتأيدك. وممكن كمان ان انت ما يبقاش اتعرض لك مشاريع تخليك مثلا تعمل مشروع يعرض الفلسفه بتاعتك. فالمسابقات دي بتبقى فرصه قويه قوي، بتبقى فرصه ممتازه قوي ان انت تتعرض لها، ان انت تحاول تشوف المنهجيه بتاعتك. وبنشوف ده في معماريين كتير قوي موجودين على الساحه دلوقتي ان هم بيستعملوا مسابقات ان هم اكسبوجر
الشغل بتاعهم والافكار بتاعتهم، بيتعرفوا فعلا من المسابقات، وده بيخليهم يطلعوا من البابل بقى ومن السيركل اللي هم فيها، والناس تبدا تعرفهم بانواع مختلفه من المشاريع بافكار قويه، فيجيلهم شغل برضو بتايبولوجيز مختلفه، لان هم اتشهروا في الحته دي وبينوا ان هم فعلا عندهم لا فكر مختلف في الاركتكتشر وفلسفه مختلفه. فبتبقى مهمه قوي ليك كمعماري كمان انت تكسبوجر، بغض النظر كمان ان انت تشوف الافكار بتاعتك وتطلع حاجه كرييتيف بره عن روتين الشغل يعني. بالظبط. يمكن يعني يمكن انت يعني قلت كل حاجه انا كنت ممكن اقولها يعني. فهو يعني خلينا برضو نختصر الكلام او نلخصه، ان هو انت هي في استفاده معينه لو انت طالب، وفي استفاده تانية لو انت بروفيشنال. يمكن لو انت طالب انت ممكن تقول انت بتكمل على اللي انت بتتعلمه، او بتبراكتس بتتدرب عليه بشكل ممكن اعمق، او بشكل ممكن في اختلاف شويه عن نوعيه المشاريع اللي انت بتشتغلها في الكليه بشكل او باخر يعني. فدي نقطة الطلبة. نقطة البروفيشنال ان انت بتاخد نوع مختلف عن عن اللي انت شغال عليه بشكل مستمر. لو انت وده اللي في الاغلب اللي احنا بنعمله، ان انت تبقى شغال على حاجة معينة، فانت بتخرج شوية من التايبولوجي وفي نفس الوقت انت بتعمل لنفسك ماركت، وبتبدا تظهر في الكوميونتي والناس تبدا تعرف. لان حرفيا انت مش كل يوم بتبني متحف، تعمل بافيليون انت كان اصلا انت يعني في اوقات انت ممكن ما تعملش اصلا النوع ده من المشاريع خالص. فانت لو فضلت في النقطه اللي انت فيها عمرك ما هتجرب حاجه تانية بصراحه، ودي من المشاكل والحاجات اللي بتقدمها المسابقات يعني. لا صح، مظبوط. يمكن برضو من الحاجات اللي ممكن فادتني شويه، هي كده موجوده في الكليه، بس هي فادتني في المسابقات اكتر. يمكن هي الريسيرش. انت في الكليه ممكن تكون الريسيرش انت بتعمله اجباري، فاهم؟ اللي هو انت بتاخد التاسك بتاعت الريسيرش فبتعملها عشان تسلمها، وبتبقى مرحله بالنسبه لنا لو تفتكر احنا صغيرين بتبقى رخمه شويه. لكن لو انت في مسابقه، والمسابقه اصلا محتاجه ريسيرش كتير. فاكر احنا في مسابقه دخلناها كان بنعمل سيتلمنت على المريخ، فنعتبر اول مسابقه اشتغلناها مع بعض يعني. فدي كانت ريسيرش بيزد قوي يعني، فاهم؟ كان معانا برضو زميلتنا سلمى بلبع، يمكن شاوت اوت يعني ليها. فهي كانت برضو ماسكه الموضوع ده بشكل كبير. فيعني دي كانت اكسبيرينس حلوه، ان انت ازاي بتشوف ان انت في الحاجات اللي ريسيرش بيزد ازاي انت بتتناول الموضوع، وان انت تلاقي المعلومه بنفسك، لان محدش بيساعدك فيها. مفيش معيد مثلا يقعد معاك يقول لك استخدم الكتاب الفلاني، ولا روح المكتبه شوف مش عارف ايه. لا، انت مرمي في البحر بقى حرفيا، اكتر من البحر انت كنت مرمي فيه في الكليه. فيمكن برضه حاجه جانبيه كده من الحاجات اللي عجبتني يعني جدا في الموضوع ده. ويمكن تكملة على النقطة دي، ان بتبقى مهمة قوي ان انت كمان تختار النوع اصلا المسابقات اللي انت حاسس ان انت محتاج تشتغل عليها. هنا في الاول والاخر ميزة المسابقة ان انت بتتعلم منها. دي بالنسبة لي الميزة الرئيسية. يعني انا بتدخل عايز تكسب، لكن الهدف الاسمى فعلا ان انت تدخل مسابقة ان انت عايز تتعلم حاجة جديدة. فدايما بيبقى عندك تايبولوجيز كتير او انواع كتير او مسابقات بتعتمد ان انت الافكار بتاعتها بتبقى فلسفيه اكتر. في مسابقات تانية بتعتمد ان انت تشتغل على جزء الانفايرمنت، ازاي تخلي المبنى ده يبقى مثلا ما يستهلكش طاقه كتير. في مسابقات تالتة بتعتمد على الريسيرش زي ما عبد الحميد ذكر في جزء بقى الهابيتاتس اللي احنا بنشوفها على المريخ، وازاي ان انت محتاج ريسيرش كتير قوي زي كده. فدايما انت بتبقى قدامك فرايتي كبيره، بتحتاج انت تشوف فعلا انت محتاج تشتغل على ايه، او ايه الحاجه اللي انت مايل ليها، او ايه حاجه فعلا اللي انت عايز تدوس فيها وتتعلم فيها حاجه مختلفه. انا يمكن من الحاجات اللي اتعلمتها في المسابقه بتاعه المريخ، انا يمكن مش من الناس كمان اللي بتحب تقعد وتعمل ريسيرش فظيع ده زمان، لكن اتعلمت ان الريسيرش ده هو اهم اصلا من المبنى، اهم من الاركتكتشر. انت لو عملت ريسيرش مبني بشكل صح، وده بنشوفه يمكن في شغلنا حتى، انت من غير ريسيرش ما بتقدرش تعمل طرح او تصميم بينظر له بشكل جيد يعني. فهي الفكره كلها ان انت ريسيرش بتتعلمه بشكل منطقي. كمان انت ما فيش حد بيساعدك، انت حرفيا لوحدك. فانت كل الفكره ان انت لا انت بتحاول تقرا كويس، وتحاول تشوف ايه اللي ورا الكلام ده، وتحاول تشوف ايه اللي انت هتضيفه. فيبقى بقى التشالنج نفسها في الريسيرش لا قويه، ومحتاج لا البروسيس تبقى مظبوطه، وتتناقش مع التيم بتاعك. بيبقى تشالنج بصراحه من التشالنجز المهمه.
ويمكن بما ان احنا انتقلنا لحته التشالنجز، هسالك على التشالنجز يا عبد الحميد، بس خليني اتكلم في اول نقطه، ودي بالنسبه لي كانت معاناه. هي فكره دايما انت عارف المسابقات انت بتدخلها عشان انت حاسس في فتره معينه بالحماس ان انت عايز تشتغل في مسابقه، عايز تطلع حاجه مختلفه. بالظبط. فدايما اللي بيعطل المسابقات هو ان انت الحماس ده بتفقده في النص، او حد من التيم بيفقد الحماس ده، بيحس ان انت عارف الشغل اللي بيخلينا يمكن برضو ملتزمين بيه ان احنا ملتزمين في مرتب اخر الشهر. فقشطه. لكن المسابقات بشكل عام، لو انت ما عندكش الحماس ده والشغف ان انت فعلا داخلها عشان تتعلم، مش داخلها عشان تكسب، طبعا عايزين نكسب، بس داخلها عشان تتعلم، داخلها عشان انت تعمل حاجه انت تبقى فخور بيها في الاخر، هتيجي في النص وتعطل، تيجي في النص وتحس لا ليه الحماس ده خلاص راح، فما فيش. وخصوصا لو حتى انتوا كلكم متحمسين، في واحد من التيم حسيت ان هو الحماس ده قل وريح وطلع من التيم، انتوا كلكم بيبقى فيه كده امبريشن ممكن شويه في نيجاتيف انرجي، نيجاتيف انرجي غصب عنك. فاهم؟ دي من النقط بصراحه التشالنجز اللي لازم كل واحد داخل مسابقه يعرف ان هو فعلا داخلها عشان هو عايز يتعلم. لازم الحماس ده يفضل موجود، وفعلا الناس اللي عارف انت بتستثمر في المسابقات هتيجي عند مرحله معينه ومسابقه هتضرب معاهم، وشفنا ده في ناس كتير قوي. يعني مش كل الناس بتيجي من اول مسابقه، من تاني مسابقه، في ناس بتيجي من 10 مسابقه، من مسابقه ل11، بس دول ناس كملت، ناس جربت، غلطت كتير، ولحد ما وصلت لحاجه فعلا كانوا مؤمنين بيها، وعجبت الناس، وكانت بتحمل حاجه مختلفه يعني. انا معاك. يعني خليني ابقى لايف كوتش كده في نفسي، اقول لك ان هو الحماس مش كفايه، انت لازم محتاج انضباط. والانضباط ده انا مش هقول لك انضباط انت مش في الجيش، يعني انت بتعمل مسابقه المفروض تعمل حاجه دي على جنب، بس انضباط من ناحيه ان هو انت عايز تبقى عارف انت عايز توصل ليه. يعني فكره ان انا داخل المسابقه دي انا عارف ان انا هستفاد 1 2 3، او ان دي حاجه انا عايز اجربها وعايز اخد التجربه للاخر. فانت لو هتخش في حاجه خشها للاخر طالما انت مؤمن بالتجربه، او انت مؤمن بالبروسيس اللي انت ده هتمشي فيه. انت هتمشي في البروسيس دي وشايف ان انت هتستفيد على الاقل لو حاجه واحده في الاخر كمعماري، هتفيدك انت كمعماري سواء انت طالب او لا او اتخرجت يعني. فانت تؤمن بالبروسيس وتاخدها لغايه الاخر. بيبقى طبعا في معوقات كتير جدا، واحنا حتى قابلتنا انا وانت بكره يعني، زي ما انت قلت ناس بتطلع في النص لظروف بقى بتبقى غصب عنها، مش عارف الديدلاين والوقت ومش مكفي واللود الشغل، وطب يا جماعه حد يلحق حد ياخد دي يعملها بقى. ف حاجات كده. بصراحه يعني اهم حاجه كمان في اختيار التيم ان انت لا يبقى معاك تيم مؤمنين بالمسابقه، مؤمنين باللي انتوا كلكم بتعملوه، وناس عارف انت يعني. يمكن من الحاجات اللي خلتنا نكمل لحد دلوقتي في المجال عامه مع بعض، سواء البودكاست سواء المسابقات، الكلام ده كله، ان احنا مؤمنين بحاجه ومتشاركين فيها، فدايما عندها الحماس ان احنا نكمل، وعارفين ان حتى لو مفيش نتائج، او حتى النتائج بتتاخر، بس احنا مبسوطين باللي احنا بنعمله ومبسوطين بالبروسيس بغض النظر. فبصراحه دي من الحاجات اللي هم بيسموها شيرد فاليوز. انا وانت عندنا نفس الفاليوز تقريبا، الكور فاليوز يعني باختلافاتنا يعني. ففعلا يعني نقطه مهمه جدا بكره، فكره ان انت بقى نفس الكور فاليوز اللي عندك هي اللي عند غيرك، لان انت مش شبه اللي جنبك، والسكيلز بتاعتك مش شبهه، بس انتوا الاتنين نفسين مؤمنين بنفس الحاجه. يعني مش هكرر كلامك، بس يعني لفت نظري مطلوب، لفت نظر الحته دي. الاختلاف مطلوب، بس في فاليو معينه هي اللي بتشدكوا ناحيه نفس الحاجه، او تخليكوا تكملوا على الاقل يعني. بالظبط. لو يمكن رحنا للنقطه الثانيه، انا بس كنت عايز اكمل على حاجه، معلش. عايز اخد الوجه الاخر، مش عارف انت هتوافقني ولا لا، بس انا شايف المسابقات ليها وجه اخر. يعني زي ما قلنا ليها تشالنجز ومشاكل اللي انت ممكن تقابلها، بس انا شايف ان في وجه اخر برضه يعني. لا اكيد هي مش كل واحد عارف يعني انت زي ما انت قلت انت ممكن تقعد تخش مسابقات كتير وما يعني ما تظبطش معاك خالص. يعني كبيرك في ناس بشوفها للاسف وشغلهم حلو جدا، بس بيخشوا مسابقات صعبه وتشالنجينج جدا، اخره ياخد شورت ليست يعني. فللاسف الشديد وبيبقى في حاجات فيها بوليتكس برضه، خلينا ما نبقاش برضه عاملين الدنيا ورديه. يبقى في بوليتكس، يبقى في مكاتب بتاعت اوروبا مثلا وامريكا بيبقى ليها ساعات تفضيلات، لو انت طبعا بيطلع مكتب مشهور ده كمان بيقوي اسم اصلا المسابقه بالظبط. ده بصراحه لا يعني انا معاك جدا في النقطه دي. ليها وجه اخر، وليها وجه اخر لازم نعترف بيه. ولكن انت بتحاول، لان زي ما قلت لك في 10 مسابقات، لو 5 منهم انت بسبب حاجه زي كده
ما تمش اختيارك فيها في مسابقه هتضرب معاك، او في مسابقه، او حتى ده بيكسبوجر المكتب او الشغل بتاعك، يخلي في شغل تاني يجيلك. فهي كل حاجه ليها تشالنجز، كل حاجه فيها باريرز، فانت على قد ما تقدر بتحاول زي ما بنقول كده تعمل اللي عليك، وزي ما قلت هي لو ما فادتكش حتى في المسابقات هتفيدك في طرحك المعماري للمشاريع بشكل عام، في شغلك حتى لو انت في مكتب، لو انت فاتح بيزنس خاص بيك، فبتبقى مهمة قوي يعني انت تفولو الفكرة دي يعني. بالظبط، بتكون عندك الرؤيه. واتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، فكره ان انت تبقى اصلا بتعمل كل الاكسبيرينس اللي انت بتمر بيها كمعماري، سواء مسابقات او غيرها، ان انت بتحاول تكون لنفسك رؤيه كمعماري وشخصيه كمعماري، تطلع بيها اركتكتشر كويسه، بتعبر عن البيئه اللي انت فيها واللي انت بتصمم فيها، وبتعبر بيها عن نفسك طبعا. في جزء تاني بقى انفير، كنت يعني كذا حد من اللي بيدخلوا مسابقات، وخصوصا مسابقات بقى اللي هي الكبيره يعني، اتكلم عنها، فكره غياب العدل في حته ان انت بيبقى فيه كام مركز بس اللي بياخدوا ايه جوائز. يعني انت مثلا مكتب معماري، خلينا نتكلم على سكيل بقى اللي فوق، انت مكتب معماري، فانت طبعا راجل اصلا فاتح المكتب عشان تكسب، يعني انت بتدخل شغل عشان عايز تكسب، عايز تستفيد وتدخل نفسك شغل. فانت لو دخلت في تجربه شبه تجربه المسابقات دي، بيبقى فيه ريسك عالي جدا، زي ما انت عارف، ان انت لو طلعتش من المراكز مثلا الثلاثه الاولى ان انت بتاخدش حاجه اصلا، فاهمني؟ وفي ناس ما بتديش اصلا جوائز غير للمركز الاولاني، اللي هو بياخد الكوميشن، بياخد الشغل بتاع المشروع ده ويكمل والباقي خلاص. فبيبقى فيها حته ريسك كبير جدا في قصه ان انت مش هتشوف اكسبوجر اصلا، يعني انت مش حدش هيعرفك، لان انت اخرك مثلا ال10 الشورت ليست هم اللي هينزلوا على الموقع. فانت لو مش مثلا من ضمن ال10 دول، فانت مش هتشاف اصلا شغلك حتى لو شغلك كويس. ثانيا الحته الماديه، فكره ان انت اول واحد او اول 3 مثلا اللي بياخدوا ايه جوائز ماديه، فانت دي هتاثر عليك على تكاليفك كمكتب. فدي بقى الجزء اللي حد اتكلم عليه قبل كده، وانا برضو خلاني افكر في الموضوع، انا ليه كمكتب اخش اصلا مسابقه وانا بيحصل لي الجزء ده فاهمني، من عدم العداله. ان انا حتى يعني هو بيقول لي، يعني انا مش بقولك ان انت توزع فلوس على كل الناس، بس اللي هو على الاقل كله ياخد نفس الاكسبوجر، او مينيمم اكسبوجر، اللي هو يا جماعه دول المشاركين في عندنا مثلا شورت ليست ده هم فوق، والكسبان طبعا في اول حاجه خالص، وفي مشاركين تحت، في 50 واحد مشارك مثلا، يتحطوا كلهم على السايت بتاع المسابقه او على الصفحه بتاعه المسابقه. فما اعرفش انت ايه رايك في الموضوع ده، والموضوع ده يستحق التفكير بصراحه جدا. هو النقطة اللي هضيفها عليك، لأن أنا متفق، يمكن النقطة اللي هضيفها عليك إن في مسابقات كتير بنشوفها دلوقتي، يمكن مسابقات كمان لمنظمات أو مكاتب كبيرة أو كده بتنظمها. بنشوف فكرة الشورت ليستد بروجيكتس. احنا بنشوف دايما، عارف انت لما تبقى شورت ليستد في مسابقة كبيرة، حاجات زي مثلا الواف اللي بتتنظم كل سنة، بيبقى دايما في مشاريع شورت ليستد وبتتحط على الويب سايت. حتى لو انا المشروع ده ما كسبش بيبقى شورت ليستد، وبعد كده بيتم بقى ان بيحصل جوري ويتم الاختيار منه. فكرة ان انا بقيت شورت ليستد، وان انا اروح وان انا اسمع وان انا فكر ان انا هتكرم ان انا شورت ليستد، دي في حد ذاتها حاجه لا هتكسبوجر. فده اللي بتكلم عليه، ان انت مش 100 واحد بنتكلم في 3 بس، لا ليه يخلي فيه 10 و15 حد شورت ليستد؟ لان كلها مشاريع الفرق ما بينها فرق طفيف. الفرق ما بينها كانت فكرة يمكن ملائمة أكتر للمبنى نفسه، للأرض نفسها أو للبلد نفسها. وبنشوف مشاريع كتير كده، إن مشروع اللي كسب المركز الأول مش هو اللي بيتنفذ، مشروع التاني اللي بيتنفذ. وده لأن مثلا المشروع التاني مش شرط يبقى أحسن فلسفيا، ولكن ملائم أكتر للطبيعة بتاعة المكان، للتراث، من الناحيه الماديه ممكن، الناحية المادية، التكاليف، الكلام ده كله. ففكره ان انت الحاجات شورت ليست دايما تحطها في بالك، تحطها ان هي لا دي شورت ليست يا جماعه، دي مشاريع لازم نحط عيننا عليها، علشان فعلا دي مشاريع تستاهل. ومن هذا المنطلق احنا بنشوف ممكن ديفلوبرز، بنشوف مثلا كلاينتس بيشوفوا المشاريع شورت ليست لانها بتتشهر، بانها بيتم عرضها على الميديا، فبتشوف بقى المشاريع دي فعلا قد ايه كويس. فهو الناس دي تستاهل ان هو يبقى شورت ليست، تستاهل ان يبقى في قائمه دايما في اي مسابقه، قائمه محترمه، بنتكلم على الاقل اول 10 يتم وضعهم في الليست دي، وتمام يتم اختيار بعد كده سواء بقى المركز الاول والتاني والتالت، مفيش مشكله. بس شورت ليست دي فكره لازم تطبق في معظم المسابقات دي. بس انا يعني طرحي، هل انت شايف ان طب الباقي، يعني في 10 شورت ليست وفي تحتيهم 50 واحد ولا 60 واحد شاركوا بس ما فيش، يعني هل انت مع الطرح بتاع ان هو خلاص لا نعرض مثلا شورت ليست والفائز فوق،
او في اول بيج، وبعد كده الباقي يبقى ورا، بحيث ان هو كله ياخد المينيموم اكسبوجر، بحيث ان يبقى فيه نوع من انواع العداله. لو انا طب انا شاركت على الاقل اتشاف، فاهم؟ انا فاهم، بس هي من وجهة نظري برضو ان هي انت بتتكلم في مسابقة، يعني انت في الاول والاخر دي رولز زي ما انا بقول لك كده، واحنا حطيتها من الاول. مجرد دخولك انت كله اتفق على الرولز دي، وحتى احنا بنشوف ان في رولز دي بتتحط، ومجرد دخولك في المسابقة انت خلاص وافقت، فاهم قصدي؟ فبتبقى بالنسبة لي الفكرة لا، دي رولز ودي مسابقة. انا كل ما اجتهد واطلع فعلا حاجة كويسة، او حتى مش شرط، انا ممكن ابقى طلعت حاجة كويسة بس ما توفقتش في مسابقة زي دي، ده مش معناه ان انا في مسابقات تانية مش هتوفق، بالعكس. وبنشوف احنا في مسابقات دخلناها وما فيش حاجة خالص، في مسابقات تانية كنا شورت ليستد، في مسابقات تانية كنا مركز تاني او تالت، وهكذا. فهي بتختلف طبعا، كل ما تدخل في مسابقات كل ما تعود في مسابقات. هي الحاجة اللي في ايدك كلها هي ان انت تجتهد دايما في كل مشروع. ولكن من وجهة نظري في الحتة دي، في السؤال ده، لا، انا شايف بصراحة ان هي رولز انت المسابقة حطوها، واللي بيخش بيبقى موافق عليها يعني. النقطة التانية اللي عايز اتكلم فيها يمكن، او الاخيرة، في نقطة التشالنجز واحنا بنشوفها بقى في المسابقات. هل انت تفولو الجايد لاينز بشكل مظبوط؟ الجايد لاينز دايما اللي بتتاح لك، يعني انت عارف بتسمع دايما عن مشاريع يقول لك الجايد لاينز دي، الديزاينر اللي كسب المسابقة عمل حاجة مختلفة خالص عن الجايد لاينز دي. فإلى أي حد انت بتشوف ان انا محتاج ان انا افولو الجايد لاينز، او ان انا ما اعملش فولو للجايد لاينز دي، او ما التزمش بيها بشكل كبير؟ متخيل انا فاهم سؤالك. فاكر احنا اتكلمنا على مشروع الماري تايم ميوزيوم بتاع بيارك انجلز، ده شيء اللي هي مكتب بيج، يعني اللي ما يعرفش الاختصار. المهم، فعاملين مشروع من زمان قوي، ماري تايم ميوزيوم ده مشهور جدا. فالفكرة ان كان وراه مشاكل كتير جدا. المسابقة اصلا مكتب بيج خالف القواعد تماما. هو ما خالفهاش بقى، هي دي التريك. هو ما خالفهاش، هي كان في نقطة مش مذكورة اصلا هو استغلها، الا وهي هو كان عبارة عن زي مرفأ، او اللي هو مرسى سفن او مينا يعني، وفي زي حفرة كده في نص المينا كان تقريبا بيتصلح فيها السفن، بينزل فيها السفينة وبتتصلح، او لو هي قبل ما تتعوم يعني او كده. فخلاص الجزء ده بقى ما بيستخدموش دلوقتي، بره خدمة، عايزين يعملوا بقى حاجة تزوق او تعبر عن تاريخ المكان. فقال لك هنعمله متحف في الجزء الحفرة اللي في نص المينا دي اللي كان بيتصلح فيها السفن، هنعمل متحف جوه. فبقى الناس يعني مشيت بقى في تعمل تحف فنية جوه الحفرة، في وذين الكونتينر بتاع الحفرة نفسه. فهو بيجي عملوا المتحف في البارامترز تحت الارض، يعني انت بتكنك الحفره دي كورت يارد، جوانب الحفره والحفره نفسها بقت اكنها كورت يارد، ووصلوا ما بين الجنبين في الحفره بممرات وبتاع. انت شفت المشروع يعني. فشفت هو اصلا ما فيش حاجه في الجايد لاين تقول يا جماعه لا، ما انتوا ما تنزلوش تحت الارض على الجوانب بتاعه الحفره، ما فيش حاجه قالت كده. فهو فكروا اوت اوف ذا بوكس زي ما بنقول. فهي دي الفكرة، الفكرة ان انت عارف، انت هي فيها ميكس من الجراءة، وفي نفس الوقت يبقى عندك فيجن برضو مختلفة عن بقية الناس، يبقى عندك تخيل او ممكن استطلاع للمستقبل بتاع المشروع ده او المنطقة دي ممكن مختلف شوية عن بقية الناس. دي بتبقى بقى يعني زي ما تقول، مش عايز اقول قدرات، بس هي خلاص هي بتبقى افكار، اختلاف افكار. ده دماغه راحت لكده وطلع بفرقه مطرقعه دي، فاستحق ان هو ياخد المشروع. وطبعا المشروع حصل عليه مشاكل، وفي الاخر حصل سيتلمنت يعني. كان هو يعني قالوا يا جماعه احنا فعلا ما قلناش ابنه تحت الارض، بس في نفس الوقت يعني ما قلناش ما تبنوش، يعني كان طلعوا منها بشكل معين، وفي الاخر ادوا البيج الكوميشن. فردا على سؤالك، يعني انا شايف ان انت لا، دونت فولو الجايد لاينز 100%، بس حاول تقرا اللي ورا الموضوع، يعني ورا السطور. هو مديك شويه جايد لاينز، مديك شويه محددات انت بتقراها وبتمشي عليها عشان تحدد المشروع. في حاجات وانت بتقرا بتبقى عارف ان دي خلاص محددات اساسيه واضحه، وده اللي عمله بيج اصلا. هو اوريدي، انا ما اقدرش اقول لك هو التزم ولا ما التزمش، فاهم قصدي؟ هو حاجه مش مذكوره، بس هو استكشفها وقرا اللي ورا زي ما بنقول كده اللي ورا الكلام، وعرف يطلع بفكره مختلفه. يعني مش قايلينها بصراحه ان احنا لا ما نعملهاش او هكذا.
ولكن طلع بفكره مختلفه يمكن عن اللي الناس كلها عملته يعني. فدي كانت الميزه وفي نفس الوقت هو خلى المشروع ده يحافظ على الهويه بتاعته والروح بتاعته، ان لسه المرفأ او لسه ده بحس ان هي موجوده عادي خالص، بتنزل بقى تاني تحت تحس ان في عالم هو كان من المشاريع بصراحه اللذيذه قوي. خلينا ننتقل للنقطه اللي بعد كده، يمكن النقطه الاخيره، ودي بصراحه من الحاجات بقى اللي انا دايما بحب اربط الكوميونتي نفسه باي موضوع بنتكلم فيه. فكانت من المسابقات الحلوه اللي احنا بنشوفها دايما المسابقات اللي ليها علاقه بالاوبن سبيسز او الافكار. يمكن كان في مسابقه التميز لو تفتكر، كوبري مشاع على النيل، كانت من المسابقات الحلوه قوي. فدور الكوميونتي نفسه ودور الاورجنايزرز ان هم يطرحوا الافكار دي عشان كمان يطوروا المناطق العامه، الساحات العامه، سبيسز بشكل عام. مهم قوي ان انا استخدم حاجه زي المسابقات في ان انا اشوف الناس احتياجاتها ايه. اوكي، انت دي بتطرح لك افكار كتيره قوي تقدر تستغلها، تقدر تنفولف الكوميونتي والكوميونتي فعلا محتاجين، لان المعماريين بيبقوا اصلا جزء من الكوميونتي. فتشوفهم محتاجين ايه، والافكار اللي طلعوها كمان بناء على او انعكاس لاحتياجاتهم دي، وبتبدا تشوف ايه اللي طلع وايه الافكار اللي طلعت. على هذا الاساس بتبدا تبني مجموعه ايدياز كده تقدر تطور بيها المنطقه الفلانيه. وده طبعا على سكيل مختلف، يعني مش شرط كوبري مشاة، بنتكلم على سكيلز مثلا الحدائق مثلا. ليه بدل ما تخلي مثلا مكتب بعينه، ودي يمكن بتخلي كده الافكار لحد ما محدده بشكل هو يبقى الحي مثلا بس هو المسؤول عن الموضوع، ما تدخل المعماريين معاك يعني، دخل المعماريين، شاركهم في الموضوع، دخل المعماريين وشوف الافكار، وشوف اكتر فكره يعني. وشوف بقى كمان العوامل. يعني انا بشوف في مسابقات بيقول لك انت تقدر تدخل جزء الفلوس اللي هيحتاجها المشروع، فتقدر المعماريين كمان يدوك افكار ده ممكن يتنفذ بقد ايه. فكره الماتيريالز اللي انت هتستخدمها، لو ماتيريالز مثلا طبيعيه ولا ماتيريالز هتكلفك مثلا مصادر طاقه معينه وهتبقى بفلوس اكتر. الافكار هل ملائمه للتراث او طبيعه المكان ولا لا؟ الافكار دي ملائمه اصلا للمشروع، هتفيد المشروع، هتساعد الناس بقى على الفانكشنز اللي هم عايزينها ولا لا في المنطقه دي. هم هيجنبوك مشاكل كتير تصميميه. ممكن انت لو اشتغلت مع مجموعه من المهندسين بس ان هم بيحسبوا لك الحاجات بارقام وخلاص، من غير وجود اركتكت، عارف انت زي ما انت قلت بيترجم اللغه العمرانيه للمكان او الحي اللي انت شغال فيه. هيوفر عليك حاجات كتير لو انت دخلت اركتكت. هو ساعات يعني انا فاهم، هو ساعات بيتعمل كده بس مش بالشكل اللي احنا بنتكلم فيه، مش بشكل مسابقه. بيبقى في الاخر ده حد في الاول وفي الاخر شغال في البلديه مثلا او مهندس في البلديه. فاللي هو عارف انت، مش بقول ان شغله وحش، بس بقول ان الافكار بتبقى ليميتد. تبقى انت مهندس او اتنين هم اللي شغالين جوه موظفين. وحتى لو الفكره قويه، مش هتبقى بقوه ان انا احط 10 افكار قدامي في كفه وفكره واحده في كفه. وده بصراحه كمان مشاريع بالذات على الاربان سكيل اللي بنتكلم عليها في تطوير مثلا منطقه معينه، تطوير ميدان، الكلام ده كله بتزود الاويرنس اصلا بتاع المجتمع. ان انت ما تخلي دايما في مسابقات كتيره بهذا الشكل، معماريين كتير قوي بيخشوها، فانت المعماريين نفسهم تفكيرهم نفسه بيتغير. تفكيرهم لا، بيشوفوا في مشاريع قويه وفي مشاريع عملت ضجه، زي المشروع اللي انا اتكلمت عليه بتاع المشاة، عمل ضجه كبيره. طب انت لو طبقته في حاجات كتير هتحس الاويرنس نفسه اصلا على كتير قوي، وعند الناس العاديه حتى مش بس المعماريين. واحنا محتاجين ده في المعماريين، محتاجين ده في المخططين، ان هم دايما يبصوا للموضوع بشكل فلسفي وبشكل انساني، والمسابقات هتساعدهم على حاجه زي كده قوي يعني. خلينا يمكن نتكلم في اخر نقطه في حلقتنا يعني. هما يعني الناس سواء طالب او لا او متخرج يعني ممكن يشارك ازاي، ممكن يشارك في المسابقات يعني. طبعا في ويب سايتس كتير. احنا اعتقد ممكن نسيب الحاجات دي في الديسكريبشن يعني. مقترحات مننا يعني، او مش كل حاجه يعني، مش دي هتبقى كل الطرق، بس هنسيب لكم بعض الويب سايتس اللي ممكن تلاقوا عليها كومبيتيشنز. وهي اغلب الكومبيتيشنز اللي مفتوحه بشكل عالمي جلوبال بتبقى التقديم فيها اونلاين. في حاجات بتبقى فري وحاجات بتبقى فيز.
بتقدم عليها وبتاخد الجايد لاينز او كراسة الشروط بالعربي يعني زي الحاجات اللي عامة في مصر. وتبدا تشتغل، ويبقى في ديدلاين ويبقى في متطلبات معينه للتسليم، فورمات معينه. اغلب المسابقات اللي احنا دخلناها بكره تقريبا كانت تسليم اونلاين، مفيش غير واحده بس اللي كانت كان هي دوله كوريا الجنوبيه. بالظبط. اغلب الظن ان هي بتبقى اونلاين. معظم المسابقات يمكن بتبقى اونلاين، الا المسابقات اللي لو بيبقى فيه معرض او حاجه. طبعا لو المسابقه نفسها هتطبع الحاجه هيبقى موضوع كبير، فبيفضل ان هم زي البينالي فينيسيا مثلا. ايوه. الجناح بتاع مصر البينالي فينيسيا لما تيجي تسلمه بتسلمه في بورد عشان بيبقى فيه معرض بعدها، تضطر ان انت تظبط الحاجه ويبقى ليهم فورمات معينه. فبتختلف النقطة دي على حسب طبعا كل مسابقة والتانية يعني، بس المعظم فعلا هو اونلاين بيبقى. هو الغرض من الكلام ده ان هو سهل على ناس كتير ان هي تقدم، لانه الموضوع اونلاين، وان هي تسلم من الموضوع اونلاين ومبقاش مكلف. يعني لو كان برضه على طلبة الموضوع مبقاش مكلف قوي. واغلب المنظمات والمؤسسات اللي بتعمل مسابقات طلبة بتعملها اصلا فور فري، بتعملها اصلا كمان حتى لو في فيز بتبقى صغيرة، عشان هم عايزين الفكرة من المسابقة ان هي بتبقى طرح افكار، فهم مش مستنيين اي حاجه، بالعكس هو بيطرحوا افكار وبيحطوا حتى حاجه زي ما بنقول كده يصرفوا على بس المسابقه مش اكتر يعني، تبقى حاجه رمزيه قوي. لكن معظم الحاجات بالذات بتاعه الطلبه تبقى فور فري يعني. بالظبط. بس يعني كريكومنديشن اخيره بقى، تحب الناس تخش مسابقات ولا لا؟ ده اكيد حقيقي من الحاجات اللي لازم مش بس الطلبة، لازم المعماريين دايما يطلعوا بره الروتين العام، يطلعوا بره السيركل بالمسابقات. انا قلت الفوائد مش عايز يعني اعيدها تاني. بس بصراحة من المسابقات من الحاجات عامة اللي اتعلمت منها كتير، اللي خلتني دايما افكر بشكل مختلف، خلتني ابص للاركتكتشر بشكل مختلف، وعلمتني بصراحة البروسيس احسن ما اتعلمتها في اي حته تانية. بروسيس الديزاين نفسه من اول ما تبدا المشروع تقرا البروجرام لحد التصميم. ففعلا من النقط اللي لازم في الكارير بتاعك، او لازم في جنب شغلك انت تحاول تطور نفسك فيها، ومن السبل اللي تقدر تطور نفسك فيها بسرعه انت بتتناول اجزاء كتير قوي في نفس المشروع، تبقى لا يعني بتتعلم منها كتير يعني. ايوه. يعني برغم كل المشاكل من ناحيتي انا، برغم كل المشاكل الحاجات اللي اتكلمنا فيها دي، فانا لا هستيل برشح برضو ان انت تخش مسابقات. بس يعني لو هضيف على كلامك، هضيف ان انت تنتقي برضو مسابقات شويه، لان مش كل الناس بتناسبها كل انواع المسابقات. يعني في حاجات بتبقى مطرقعه قوي زي ما انت عارف، بيبقى محتاج فكر يعني فلسفي اكتر من اي هندسه خالص في الموضوع. وفي حاجات تانية بتبقى انت بتعمل مشروع اركتكتشر بكل مراحله تقريبا اللي هي التصميميه يعني. فيعني نصيحة أخيرا، تنتقي النوع اللي أنت يناسب شخصيتك ويناسب مهاراتك. هو ميزة المسابقات إن يعني it's your own decision زي ما بنقول كده. بالظبط. مش حد بيتحكم فيك. مفيش حد بيتحكم فيك، وعندك أصلا كمية اختيارات لا نهائية. يعني أنت ممكن تدخل على بيج مثلا يبقى فيه 20 مسابقة على نفس البيج شغالين في نفس الوقت، فبتختار اللي أنت عايزه، الحاجة اللي أنت حابب تشتغل فيها، الحاجة اللي حاسس إن أنت محتاج تتعلمها ما جربتهاش قبل كده. فدي ميزة بصراحة. فالمسابقات من الحاجات كده اللي يعني زي ما بنقول كده بنختارها بنفسنا، بنحاول نعيش معاها بنفسنا، ما فيش قيود قوي. انت ممكن حتى لو تعمل اي حاجة لمجرد ان انت عايز تتعلمها ومش فارق معاك المكسب. فبصراحة المسابقات لا، يعني المسابقات فيها بوتنشال قوي قوي يعني. تمام. حلو قوي. كانت الديسكشن جميلة. واحنا برضو للناس اللي حابة تجرب لأول مرة هنسيب بعض ممكن اللينكات لأماكن ممكن يلاقوا فيهم مسابقات كويسة يعني. وبشكل عام لو انت اكتف في الكوميونتي المعماري على الاونلاين وعلى السوشيال ميديا، هتلاقي الحاجات المعروفة والمسابقات المعروفة اوريدي بتنتشر يعني. فشكرا لكم انتوا سمعتوا للآخر، وشكرا يا بكر. شكرا يا عبد. ما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا، على فيسبوك انستجرام وتيك توك. وبفكركم ان احنا موجودين على يوتيوب وعلى سبوتيفاي وانغامي وبوديو، تقدروا تسمعونا على كل المنصات دي. نشوفكم في حلقة جديدة من بودكاست الصدفة.